تفاصيل محاولة خطف وشروع في قتل سامية جمال. تحل هذه الأيام ذكرى ميلاد فراشة الرقص الشرقي سامية جمال، والتي لقبت بالراقصة حافية القدمين، وهذا اللقب له أسبابه، حيث كانت ترقص الفراشة ذات يوم في ملهى ليلي بعنوان الرولز، وأثناء رقصها انقطع رباط الحذاء الذي كانت تنتعله، فأشارت عليها إحدى صديقاتها بالرقص حافية القدمين، وهو ما نفذته بالفعل، ووجدت أن الرقص بلا حذاء أكثر متعة ويجعلها أشد تحكماً في حركاتها التي اشتهرت بها. كان في هذه الليلة ضمن الحضور محمد بديع، وهو صاحب مجلة الموعد الذي انبهر بها وخاصة برقصها حافية القدمين، فكتب عنها مقالا واصفا إياها بالراقصة حافية القدمين، والذي ظل لقبا لها حتى يومنا هذا. ذات يوم سافرت سامية جمال إلى لبنان بعد أن تعاقدت مع صاحب ملهى ليلي للرقص به، وعند وصولها إلى مطار بيروت اعتقدت أنها ستجد صاحب الملهى أو على الأقل مندوبا عنه في انتظارها كي يوصلها ويدلها على الفندق الذي ستنزل به، وانتظرت لفترة طويلة ولم يأتي أحد، فاضطرت للذهاب كي تنهي أوراقها، وفاجأها أحد رجال الشرطة محذرا إياها من المجنون، وعندما سألته أخبرها بأن الشرطة ألقت القبض على شخص مجنون كان يصرخ ويبكي أسفل صورة كبيرة لها معلقة في أحد الشوارع كإعلان، وكان ذلك قبل أسبوع من موعد وصولها. لم تأخذ سامية الموقف على محمل الجد، وابتسمت للشرطي وانطلقت لتطلب سيارة تاكسي، وفور خروجها وجدت سيارة فارهة في انتظارها، وسائقها يقول: اتفضلي يا ست تحت أمرك. بالفعل استقلت السيارة برفقته، وظنت أنه مكلف بتوصيلها من صاحب الملهى، ولكن سرعة السائق في الانطلاق وطريقته في قيادة السيارة جعلتها تشعر بالخوف، وعندما سألته إلى أين ستذهب أخبرها بأنه يعرفها ويعرف أنها تريد صعود الجبل، فأخبرته أنها تريد الذهاب لساحة البرج حيث الفندق. ظل هذا الشاب يقود السيارة بطريقة جنونية حتى أصبحت سامية تتهاوى على المقعد يمينا ويسارا بسبب قوة الانعطافات في طريق وعر صعودا للجبل، حتى فوجئت بسيارة شرطة تطاردهما وتطلق النار على إطارات السيارة لتوقفها، وتم القبض على السائق، وكانت سامية جمال في حالة انهيار تام، لتكتشف في النهاية أنها كانت تركب السيارة مع المجنون الذي حذروها منه.